المحل وطهر القلب، ولو قلب فيه اغاني مثلا ومشاعر مليانه وكده صعب جدا القران يدخل فيه. في حاجه تانية جت في بالي كده، بالنسبه لي ما عليهاش دليل ملموس، يعني يمكن يكون في دليل بس انا ما عنديش ليها دليل ملموس، اللي هي الصحبه، الصحاب. القران اصلا صاحب، القران اصلا صاحب، والقران اصلا انيس. فلو انا في صحبتي الله. حد مش تمام، القران مش هيبقى صاحب، يعني مش هيجي في القعده دي. طول ما في المعارف وفي الصحاب في الوسط اللي انا بتآنس بيه وبتسامر معاه اذا كان يوميا ولا اسبوعيا ولا كده، حد مش يعني هو والقرآن مش على وفاق، القرآن مش هيجي. يجي القرآن بس كصاحب، في حالة ان الصحبة صالحة، يعني المكان كله انا واللي حواليا مش انا بس كمان. فانا مفيش دليل قوي على ده، بس انا يعني هو بالتجربة، يعني ان هو سبحان الله طول ما الواحد في صحبة يعني مش احسن حاجة، القرآن سبحان الله عمره ما يجي. واول لما الواحد يقرب للقرآن وقرب حقيقي وسلوكياته تبدأ تتغير بشكل اوتوماتيك، الصحبة التانية بتنفر، يعني في حد منهم بينفر من التاني، يعني مفيش حد بيقبل التاني في القعدة،